السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء في فيديو جديد نتكلم فيه النهاردة عن آخر الأخبار والمستجدات المحلية والعالمية. أول خبر معانا من النادي الأهلي، رضا سليم يقترب بقوة من الجيش الملكي لمدة موسم على سبيل الإعارة. أحمد عبد القادر يطلب فسخ التعاقد معه مقابل 25 مليون جنيه، لكن الأهلي يطلب 50 مليون جنيه. عدي الدباغ يقترب بقوة من نادي الزمالك وإعلان الصفقة خلال ساعات. عمر عبد الله السعيد ينضم لناشئين نادي الزمالك. بيراميدز يعلن فوز محمود مرعي بجائزة اللاعب الأكثر تطور خلال الموسم. ومحمد صلاح يسجل في ودية ليفربول أمام أتلتيك بلباو ويظهر بشكل مميز رغم إهداره ركلة جزاء. حسب فابريزيو رومانو فالهلال السعودي يكثف مفاوضاته بشدة من خلال إنزاجه رسميا لحسم التعاقد مع داروين نونيز. حسب الصحفي ديفيد أورنستين توصل مانشستر سيتي لاتفاق مبدئي مع روبن دياز توقيع عقد جديد حيث سينتهي عقد اللاعب عام 2027. ونيوكاسل يونايتد يحقق تقدم ملحوظ في صفقة التعاقد مع سيسكو. حسب الماركا فرودريجو يرغب في البقاء في ريال مدريد. حسب الماركا أيضا فبنسبة كبيرة كيليان امبابي سيكون المنفذ الأول لركلات الجزاء في ريال مدريد هذا الموسم. نيمار ينقذ سانتوس من الهبوط. وحسب صحيفة سبورت فرافينيا هو المرشح السادس في ترتيب البالون دور هذا الموسم. أصدقائي كانت أخبارنا النهاردة المحلية والعالمية، انتظرونا إن شاء الله في فيديو هينزل خلال يا اما ساعات او ان شاء الله يكون بكره بالكتير عن النادي الاهلي، فيديو مميز جدا، وان شاء الله في فيديو تاني عن مرشحين كل البالون دور هذا الموسم. شكرا لكم اصدقائي وسلام.